مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل وليد الركراكي يختار السلام قبل المجازفة. قراءة في قرارات المنتخب المغربي قبل ضربة البداية. والآن إلى التفاصيل. مع اقتراب صافرة البداية لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب، تتضح ملامح الفلسفة التي يقود بها وليد الركراكي أسود الأطلس: الهدوء، الحسابات الدقيقة، والتفكير في البطولة كمسار طويل لا مباراة واحدة. حكيمي خارج الافتتاح، قرار له ما يبرره. اختار الناخب الوطني توخي أقصى درجات الحذر في تدبير ملف عودة بعض الركائز المنتخب، وعلى رأسهم أشرف حكيمي. فبحسب ما أورده موقع فوت ميركاتو، قرار الركراكي عدم المجازفة بالظهير الأيمن في مباراة الافتتاح أمام جزر القمر، حتى في حال استعادة كامل جاهزيته التقنية والبدنية. الرسالة هنا واضحة: صحة اللاعب أهم من أي إغراء للبداية القوية. فالمدرب الوطني يدرك أن البطولة لا تحسم في الجولة الأولى، وأن أي انتكاسة بدنية في هذا التوقيت قد تربك الحسابات في الأدوار الحاسمة. مزراوي البديل جاهز والثقة متبادلة. في المقابل، لا يبدو هذا القرار محفوفا بالمخاطر بالنظر إلى الخيارات المتاحة، إذ يضع وليد الركراكي ثقته في نص المزراوي القادر على شغل مركز الظهير الأيمن بكفاءة، سواء على المستوى الدفاعي أو في الأدوار الهجومية وبناء اللعب. هذا الاختيار يعكس قناعة راسخة لدى الطاقم التقني بأن قوة المنتخب المغربي لا تقوم على الأسماء فقط، بل على منظومة متكاملة قادرة على التعويض دون فقدان التوازن. استعدادات هادئة والطموح معلن. ميدانيا، واصل المنتخب المغربي اليوم الثلاثاء تحضيراته بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث خاض ثاني حصة تدريبية ركز خلالها وليد الركراكي على الجوانب التكتيكية والتقنية في أجواء توحي بالتركيز والانسجام. وفي هذا السياق، عبر الدول المغربي أن صلاح الدين عن الحماس الكبير الذي يسود المجموعة، مؤكدا أن اللعب على أرض الوطن يمنح اللاعبين دافعا إضافيا. وقال لاعب أيندهوفن إن الجميع يشعر بالجاهزية والرغبة الصادقة في إعادة الكأس إلى المغرب، مشددا على وحدة الهدف بين اللاعبين والجماهير. مجموعة أولى وبداية محسوبة. يتواجد أسود الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر، حيث سيكون الموعد مع مباراة الافتتاح يوم الأحد المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء. ورغم أن المواجهة الأولى غالبا ما تحمل ضغطا نفسيا مضاعفا، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن المنتخب المغربي يدخل المنافسة بعقل بادر وخطة واضحة وطموح مشروع للذهاب بعيدا. بطولة على أرض الوطن ورهان يتجاوز النتائج. تجرى نهائيات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 21 دجنبر الجاري إلى 18 يناير المقبل، في حدث كروي يتجاوز حدود الرياضة ويضع المنتخب أمام مسؤولية تمثل البلد بأكمله. وبين الحذر في القرارات والثقة في المجموعة، يبدو أن وليد الركراكي يراهن على شيء واحد: أن تحسم البطولة في نهايتها، لا في عناوين أيامها الأولى. شكرا، هذا كل ما في الموضوع. ودابا الخوت كنتمنى أنكم تخليونا الآراء ديالكم في التعليق باش نناقشوها. كيف جاتكم المجموعة ديال المنتخب المغربي؟ واش قادرة أنها تحقق كأس إفريقيا اللي طالع لينا بزاف، تقريبا 45 سنة تقريبا؟ كتشوفوا أن شكون هي التشكيلة الأساسية اللي يقدر يبدا بها وليد الركراكي في دور المجموعات؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليق ونناقشوها، وشكرا وتهلاو.